طالب ذكي. اول ما اجي عند فعل استنى واقول ده انهي فعل. طب تعالى نكمل. في عندك هنا النفي، وعشان كده الناس اللي بتغني لانها بتضر نفسها. هثبت لك دلوقتي حاجه، ان الجرامر كمان رابط بعضه. يلا كده الناس اللي كانت موجوده كلها في الحصه اللي فاتت، هو المضارع التام بيتكون من ايه؟ هاف او، يبقى النفي هيبقى فيه ايه؟ هاف او هاز. يبقى السؤال فيه ايه؟ هاف او هاز. يبقى الباسف خلاص ثابته. يعني انا عايز انفي في المضارع التام، النفي في المضارع التام هيبقى السبجكت الفاعل ثم haven't او hasn't وبعدها التصريف التالي. قول لي الجمله دي بعد اذنك كده. بتقول لي هنا انا لم انهي عملي حتى الان. انا بداته، خلصته ولا لسه؟ لما اجي اقولها اقولها ازاي؟ يلا. انا بداته ما خلصتوش، يبقى ده ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ يعني هقولها I didn't ولا I haven't؟ I haven't finished my work yet. دي حاجة. طيب لو أنا عايز أعمل سؤال في المضارع التام، يلا فكرني. هو احنا عندنا لما كنا بنقول هل في الماضي البسيط، هل فين؟ كان اسمها ايه؟ ايه؟ ديت صح. هل كان اسمها ايه؟ خد بالك اللي ما حفظش اللي انا قلت عليه، ما طلبتش منك انجليزي عربي. بعد اسبوعين انت مش فاكر حاجه في الجرامر، والجرامر هيفضل رابط بعضه. استغل الاسبوع ده انك هتلم يونت 1 تاني كله. لما اجي استخدم كلمه هل هنا هستخدم يا هاف يا هاز. تمام. ثم السبجكت الفاعل ثم البي بي، وابقى عارف ان دي في اول الكلام معناها هل. طب لو هسال باداه استفهام، اداه الاستفهام ما نكمل لي بالظبط زائد هاف او ثم السبجكت ثم البي بي. هو الكلام كله مرتبط ببعضه. قول لي كده يلا. هل سبق لك ان عزفت على البيانو؟ استنى، هي دي في انهي زمن؟ ماضي. يبقى لما يجي لي ماضي ما استعجلش واستخدم ماضي. هل سبق لك؟ هو انا بسال على خبره سابقه صح؟ يبقى ده ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ يبقى هل تبقى ديد ولا هاف؟ يبقى هقول لك كده have you ever played the piano؟ طب اسمع الجملة دي. منذ متى وأنت تتعلم اللغة الإنجليزية؟ يلا. منذ متى؟ استنى، منذ متى وأنت تتعلم؟ أنا بسألك على حاجة بدأتها فين؟ خلصتها ولا لسه؟ يبقى ده ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ يبقى هقولها since when، منذ متى. did ولا have؟ have you learned English. طيب تعالى بقى في الباسيف. انتوا فهمتوا الباسيف بتاع الماضي البسيط والمستمر؟ طب اللي فهم الباسيف اللي فات ده هو اللي هيشرح لي الباسيف الباقي لاخر السنه. يلا كله معايا كده. عشان تبقى واثق لما اقول لطالب مفيش حصه تقع منك ان فعلا الكلام رابط بعضه. يلا كده هسمع منكم. عايز اقول الفيلم شوهد. استنى بس، ده في انهي زمن؟ ماضي. انهي ماضي؟ ماضي. اكتف ولا باسف؟ باسف. قولها بالانجليزي يلا. ذا فيلم واتشد ولا واز واتشد؟ صح. الفيلم كان يشاهد، ده انهي زمن؟ اكيد ما حد ساكت، كله بيرد عليا. ماضي ايه؟ اشمعنى؟ عشان كان يا مستر. الفيلم كان يشاهد ده ماضي مستمر. اكتف ولا باسف؟ باسف. قولها بالانجليزي. ذا فيلم was ايه؟ was being watched. عشان انت فاهمها مش هتنساها. احنا متفقين ان احنا دايما في الباسف بنبدا بايه؟ بالمفعول. والفعل على طول تصريف. كل اللي بنعمله ان احنا بدل الضمه والكسر اللي احنا قلناها بنحط فيرب تو بي. تعالى بقى هنا انت قول لي
لو انا عايز اعمل الباسيف هنا، انا هبدا الاول كالمعتاد بالاوبجكت المفعول، وراها كمل هاف او هاز، والفعل على طول تصريف ثالث. يا ترى هنا بقى انت هتكملها لي حط ايه؟ بالظبط كده هاف او هاز بين. عشان كده لما بقول لك الانجليزي كله رابط بعضه، انا عارف انا بقول لك ده ليه. يعني لو الجمله طالعه من بق مضارع تام مجهول، اول ما اقول لك مضارع تام يعني العنوان ده حدث بدا وليه اثر او حاجه لسه خلصانه. قول لي كده الجمله دي بعد اذنك. عايز اقول الفيلم يعرض منذ اسبوع. استنى، بيعرض من امتى؟ يعني بدأنا فين؟ ولسه؟ يبقى ده مضارع ايه؟ تام. اكتف ولا باسف؟ قولها بقى بالانجليزي. ها، على فكره اي حد فاهم بس قافل بقه مش هيحل حاجه. وبعد ما اليونت ده يخلص اسمعوني بقى كده كويس، المره الجايه انا هبدا بحل تيست. كل الاسئله اللي تقف معاك تبعتها على الواتس، انا مش هرد على اسئله غير كده. تبعتوها، هجمع انا الاسئله وانا اللي هحلها، عشان ممكن الناس مع المساعدين وهو بيحلوا ما يبقاش فاهم قوي. انا هجمع الاسئله زي ما شرحت لك النهارده، اخر 10 جمل هنجمع الجرامر اللي في بارت 1 و 2. كل الاسئله هبدا بيها الحصه، لان هبدا الحصه الجايه بحل القطعتين 18 درجه، وهحل تيست كامل زي بتاع اخر السنه على اليونت. وهناخد بعد ما احنا هنبدا من الحصه الجايه كده، لان انت من الحصه الجايه هنبدا نشتغل بقى بارت 1، ناخد البارت وندي عليه سكيلز، حل قطع وترجمه. بس انا مستني لما اشرح لك الحصه الجايه. بارت 2 كده اليوم خلص، ما بديش منه سكيلز لان انت هنا هيبقى عندك امتحان كامل. طب كمل لي بس. هقول لك الفيلم يعرض منذ اسبوع، هقولها ازاي؟ ذا فيلم has ايه؟ has been shown since last week، منذ الاسبوع الماضي. طيب دايما عود نفسك دايما، انت مش هتفهم معايا الدرس غير مع اول مثال بكتبه. بس استنى كده. يبقى احنا اتفقنا بنستخدم هاف وهاز في 3 حالات: حدث بدأ وليه اثر، او حاجه لسه خلصانه، او لو بسأل حد عن خبرات سابقه. بنفي بهافنت او هازنت، هاف او هاز هل، وفي الباسف بستخدم هاف بين. ركز بقى معايا في اللي جاي. هنا بقى الدرس دوت في حاجه كده، تعالى بقى نشوف بيجي ازاي. بس قبل ما نقول ده، في عندك هنا حاجه اسمها الكي ووردز، الكلمات. ما فيش حاجه اسمها كلمات داله. الكلمات دي ينفع تيجي، انا هكتب دلوقتي سنس. الحصه الجايه وانا بشرح الماضي التام اللي هو هاد، هوريك سنس كانت مع هاد في امتحان 2022. الكلمات دي ينفع تيجي مع الزمن او ما ينفعش. خليك بقى معايا. هقول لك هنا انا عندي الكلمات دي وعايزك تعرف لي معناها. في عندي كلمه اسمها just، ودي معناها توا او حالا. في عندي كلمه اسمها already، عندي كلمه since، عندك كلمه for، في عندك ever، في عندك كلمه never، في عندنا yet، عندك كلمه lately يعني مؤخرا، عندك كلمة recently ودي معناها حديثا. في عندك كلمة اسمها so far و up till now، والاتنين معناهم حتى الآن، بيجوا في جملة مثبتة. وفي عندك كلمة اسمها over years أو over ages، ودي معناها على مر السنين او على مر العصور. استاذن بقى جميع الناس، الكلمات دي مهمه جدا جدا وهقول لك ليه دلوقتي. تعالى بقى نشوف الدرس ده بيجي ازاي. الدرس ده احتمال كبير يقابلك السنه دي باذن الله. نبدا باول حاجه. اول تقسيمه للدرس ده 10% من اسئلته بتيجي كالاتي. بيسالك هو انت عارف العنوان؟ وانا شايف ان اقرب حاجه هتجيلكوا انتوا ال10% دول. جه الراجل في امتحان 2019 جاب السؤال ده، واسمع بقى عشان ده اقرب شكل ليك انت. قال لك في الامتحان ايه؟ I space my mobile، يا الهي
فقدت موبايلي. Can I use yours to call my mother؟ ينفع استخدم تليفونك اكلم امي؟ الجمله دي لما جت اشطر الطلاب على فكره حلوها غلط. قال لك هنا اختار lost ولا have lost ولا had lost ولا lose. استنى بقى، الجمله دي لما جت في الامتحان الطلبه الشاطر قال لك ايه؟ يا الهي فقدت ده ماضي، اختار لوست. لا، ما انا اللي سالتكم كلكم يعني ايه مضارع تام ومحدش رد، معنى كده ان انت هتجاوب كده. اما النوع التاني بقى اللي مستني سنس وفور وجاست والحاجات دي، ده اللي كان في امتحان السنه اللي فاتت بيقول لك اصل الامتحان من بره المنهج. بص يا ابني، اصعب سؤال بيجي جرامر اخر السنه سؤال الازمنه، لانه عايز حد بيفهم. وللاسف احنا عودناكم على طريقه قذره في الجرامر، لما تلاقي كذا اختار كذا والراجل ما بيجيبش كده. امتحان السنه اللي فاتت ما فيهوش جمله واحده كده. اسمع الكلمه دي ما تنساهاش. مش انت عارف لما تلاقي هاف وهاز وهاد يبقى دي ازمنه؟ حلو قوي. اهم حاجه في الازمنه قبل ما تجاوب حدد ده انهي زمن. واحنا قلنا ساعات بيبقى في تشابه ما بين المضارع التام والماضي. البسيط يبقى استنى. يا الهي، هنترجم الاول. انا بحل الجرامر، الترجمه الاول والاجابه عربي الاول. يا الهي فقدت موبايلي، ينفع استخدم تليفونك اكلم امي؟ معنى كده يا الهي فقدت موبايلي يعني فقدته امتى؟ دلوقتي، صح؟ واحنا قلنا لما تكون حاجه لسه حاصله يبقى ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ يعني الاجابه لوست ولا هاف لوست؟ عارف من غير كلمه يا الهي كانت تبقى ماضي بسيط. لما اقول لك يا الهي فقدت موبايلي يبقى اكيد لسه ضايع حاله. انها بقى اللي بص كده اختارها بالبركه. دي حاجه، ده اقرب شكل هيجي لكم. جمله تانية قال لك في الامتحان ايه؟ جه هنا في الامتحان جاب لك الجمله دي، قال لك he space surprise، هو حاجه الجايزه. he seems very happy، هو يبدو سعيد جدا. قال لك اختار he won ولا he had won ولا has won ولا wins. ما تفكرش وترجم الاول. هو فاز بالجايزه، هو يبدو سعيد. استنى، فاز دي طالعه بقى في انهي زمن؟ استنى، هو فاز بالجايزه يبدو